بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من الله أن تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وأطيب الأوقات، وكل سنة وأنتم طيبين. أما بعد، فموضوعنا لهذا اليوم يدور حول العشبة رقم 47 من السلسلة التعريفية بالأعشاب الموجودة في المغرب. هذه العشبة تنمو في جوانب طرقات التلال وجبال الأرياف وفي الأنقاض والأماكن المهجورة. هذه العشبة يعرفها الكبير والصغير، وهي موجودة بكثرة ولا يلقى لها بال إلا من طرف شرذمة قليلة من الناس الكبار في السن خاصة، ولا يستعملونها إلا في مسألة أو مسألتين. لكن العشبة في حقيقتها هي شبه صيدلية في كثير من الآفات التي تصيب الإنسان، فلها فوائد عجيبة وغريبة يعجز عن وصفها اللسان. عشبتنا في هذا الفيديو اسمها فراسيون أبيض. وقبل أن ننتقل إلى التفاصيل عن هذه العشبة، أترككم مع هذا الفاصل وسنعود بإذن الله تعالى. إذا رأيتم أن هذا الفيديو مفيدا فشاركوه مع إخوانكم وأخواتكم لكي تعم الفائدة ويستفيد الجميع، ولكم الأجر والثواب، والدال على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفراسيون الأبيض هو نبات ذو أغصان كثيرة، مخرجها من أصل واحد، عليه زغب يسير أبيض، وأغصانه مربعة، وله ورق في مقدار أصبع الإبهام إلى استدارة، عليه زغب وفيه تشنج، مر الطعم، وأزهاره مستديرة وخشنة، تنبت في الخراب من البيوت وفي الأماكن التي ذكرت سابقا. اسم هذه العشبة بالعربية فراسيون أبيض، ويقال لها حشيشة الكلب، ويقال لها شنار بالفارسية، ونقول لها في المغرب مريوة، وكذلك مروت. وفيها نوعان، نوع يسمى فراسيون أبيض، ونوع يسمى فراسيون أسود، وسنفرد لهذا الأخير فيديو خاص به إن شاء الله. اسم الفراسيون الأبيض بالفرنسية ماغيب بلون. اسمها بالإنجليزية وايت هورهاوند. اسمها العلمي ماروبيوم فولغاري، من عائلة الشفويات لامياتشي. الفراسيون الأبيض مريوة في الطب القديم. ذكر ابن البيطار في كتابه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية عن جالينوس قال: مفتح لسدد الكبد والطحال، وينقي الصدر والرئة بالنفت، ويحضر الطمس، وكذا يفعل أيضا إن هو وضع من خارج البدن، جلا وحلل. وعصارته تستعمل لتحديد البصر، يعني تجعل النظر حادا جيدا. ويسعط به أصحاب اليرقان لينقي يرقانهم. ويستعمل أيضا في مداواة وجع الآذان إذا طال وعتق واحتيج له إلى شيء ينقي ويفتح ثقب المسامع والأجزاء التي تجيء من عصبة السمع من الغشاءين المغشيين للدماغ. وقال ديوسكوريد: ورق الفراسيون إذا كان يابسا ثم طبخ بالماء مع بزره، وإذا أخذ وهو رطب فدق وعصر ماؤه وخلط بعسل، شفى من كان به قرح في الرئة أو كان به ربوا ومن كان به سعال. وإذا خلط به أصل الإيرسا اليابس قلع الفضول الغليظة من الصدر. والإيرسا وهو عود العنبر عندنا عند العطار. وقد يسقى منه النساء لإضرار الطمث وإخراج المشيمة وعسر الولادة. وإذا تضمد بورقه مع العسل نقى القروح الوسخة وقلع الداحس واللحم المتآكل،
سكن وجع الجنب، وعصارته أيضا المتخذ من ورقه المجفف في الشمس تفعل ذلك كذلك. وإذا اكتحل بها مع العسل أحدت البصر، وإذا قطرت في الأذن وحدها أو مع دهن الورد أزال وجعها الشديد. وقال التميمي: عصارة الفراسيون تدخل في علاج العين وفي قلع الجرب منها، الحديث منه والعتيق، وقد تقلع أصناف جرب العين الثلاثة وتبرئ منه، وخاصة مع ماء الرمان الحامض. والاكتحال بها يجلو القروحات والبياض الناتج عن القروحات قديمه وحديثه، وتدخل في كثير من الشيافات الجالية لغشاوة العين، وتقوي النور الباصر. والفراسيون يعني مريوة لها قوة تجلي بها الفضول من جميع الأعضاء الباطنة، وتنقي الرئة والصدور وآلات النفس من الرطوبات المتكونة المنصبة إليها والقروحات المتكونة فيها المؤدية إلى السل وإلى نفث القيح. وإذا سقي منها وزن 4 جرامات مدافا في طبيخ الزوفة، لست أدري أي من الزوفة يقصد الكاتب، الزوف الرطب أم الزوف اليابس. فالزوف الرطب هو الذي نقول له في المغرب الودحة، وهي الدسم الذي يكون ملتصقا بالصوف بالغنم. والزوف اليابس فهي عشبة تشبه اللصيقي. قال: مدافا في طبيخ الزوفة ودهن اللوز الحلو، حلل ذلك يعني القيح الموجود في الرئة، وأخرجه بالنفس وقطعه، ونقى الرئة والصدر منه تنقية عجيبة. وإن سقي منها يعني الفراسيون وزن 4 جرامات مدافا في شراب البنفسج، نفع من السعال الرطب وقروحات الصدر، وأبرأها وأدملها، وأخرج ما فيها من الرطوبات بالنفط. وإذا خلطت عصارتها بشيء يسير من ماء ورد وخلطت بالعسل وطليت بها الجراحات العفنة الخبيثة، فإنها تجلوها وتنقي ما فيها من الوسخ وتدملها يعني تجمعها وتبرئها. وكذلك إذا طليت بها الدماميل الفجة وعلى الخنازير، فإنها تحلل جساءها وتنضجها وتلينها بغير وجع ولا أذى وتفتحها. انتهى كلام التميمي. أما الشريف فقد ذكر لنا وصفات عجيبة في العلاج بهذه العشبة. الوصفة الأولى قال: الفراسيون يعني مريوة إذا كان طريا ودق مع شحم كلى ووضع على الأورام حللها، وكذا يفعل بالخلاجات. الوصفة الثانية: وإذا احتفر في الأرض حفرة على قدر الإنسان وفرش في قعرها رمل وأوقدت فيها النار حتى تسخن جيدا، ثم أزيلت النار عن الحفرة وأخذ من نبات الفراسيون كثير وفرش في أسفل الحفرة ومثن به، ثم يرقد العليل الذي أقعدته الرياح وأعجزته عن المشي والتصرف. أقعدته الرياح يعني أعجزته الرياح ولم يعد قادرا على التحرك والمشي والتصرف. يرقد في الحفرة والفراسيون تحته وفوقه، ويغطى العليل بالنبات، ثم يدثر يعني يغطى على الكل بالثياب الكثيرة، ويترك مقيما ولا يزال ذلك عنه إلى أن تبرد الحرارة، فإن العليل يقوم صحيحا مجرب. وكذلك ذكره الأنطاكي رحمه الله في كتابه. وإذا ربب ورق الفراسيون مريو بالعسل يعني جعل منه مربى بالعسل منزوع الرغوة، يعني العسل يكون منزوع الرغوة، كان من أنفع الأشياء للسعال والربو والتضايق يعني ضيق النفس. الوصفة الرابعة: إذا استخرج مائية نخالة يعني تغمر النخالة في الماء مدة وتحرك جيدا ثم تعصر، ويصنع من هذا العصير حساء ويوضع فيها عند الطبخ نصف أوقية من الفراسيون من ريوة ما يقارب 30 جرام من ورق الفراسيون،
وتحرك إلى أن يكمل طبخ الحساء وتحس نفع من السعال المفرط وغلظ النفس، وينبغي أن يفعل ذلك 6 أيام متتالية، فإنه عجيب مجرب. الوصفة الخامسة: إذا عصر ماء الفراسيون يعني مريوة وخلط بزيت الورد إن أمكن، وإلا بزيت زيتون قديم، نفع من أوجاع الأمعاء نفعا عجيبا. أما عمر بن داود الأنطاكي فقال: عشبة الفراسيون يعني مريوة لها أصل مربع يقوم عنه فروع كثيرة بيض مزغبة تخرج منها أوراق خشنة كالإبهام، وله زهر إلى الصفرة مر الطعم يكون بالخراب والجبال، تبقى قوته 6 سنين. عصارته أكثر عناصر الأشياف، تذهب الصلاقة والدمعة والظلمة ونزول الماء إذا قطرت في العين، وقد دهن الجفن بماء الرمان، ويفتح الصمم ويزيل أوجاع الأذن قطورا والأسنان وأمراض الفم كالقلاع مضغا والربو والسعال وأوجاع الصدر والمعدة والكبد والطحال والحصى، ويذر الطمث وسائر الفضلات، ويحل كل ريح غليظ وبلغم لزج، وهو أعظم ما ينقى به البدن من الفضول الغليظة، ويداوى به آلات النفس يعني التنفس، ويجبر الكسر والوتي، ويفجر كل صلابة كالداحس والأورام، ويقع في الترياقات والمعاجين الكبار، ويحل عسل البول، ويصلح الأرحام والمقعدة، وينقي القروح ويدملها مع العسل. انتهى كلام الأنطاكي. وأنا أقول منافع هذه العشبة كثيرة جدا، ويحق لنا أن نسميها الصيدلية المنسية لكثرة منافعها وقلة من يستعملها، فهي موجودة في كل مكان، ولا يجد الإنسان عناء في البحث عنها، ولا تكلف شيئا يذكر، ورغم ذلك فالناس معرضون عنها لأنها مرة، فإنها كالصبر أوله مر وعاقبته أحلى مما يتصوره الإنسان، والله الموفق. أما في الطب الحديث الأجزاء المستعملة من عشبة فراسيون: الأطراف المزهرة والأوراق، تركيبها الكيميائي عنصر مر، الكولين، زيت عطري، سابونوزيد، جليكوزيد، عفص وبوتاسيوم وملح البوتاسيوم والحديد والكالسيوم وفيتامين سي ولاكتون ديتربينيك وحامض الفينول. وخصائص الفراسيون: مطمت، طارد للبلغم، مقاوم للحمى، معرق، هاضوم، ومنشط. استعمال خارجي داخلي في الصيدلة وفي البيطرة. أما الخلاصة من هذا البحث في هذه العشبة فهي كالتالي: عشبة الفراسيون الأبيض المريوة تفتح سدد الكبد والطحال، عصارتها تجدو غشاوة العين وتقوي البصر، وتنقي بوسفير من الدات اليرقان، وتنفع من وجع الأذن إذا طال، وتنقيها وتفتح المسامع والصمم، تعالج بها قرحة الرئة والربو، تدر الطمث وتخرج المشيمة، وتستعمل لتسهيل الولادة، وتنقي القروح والجراح الوسخة، وتقلع الداحس واللحم المتآكل ضمادا بورقها مع العسل، وكذلك عصارتها، ويعالج بها قروحات الرئة والصدر، فتدملها وتخرج ما فيها من الرطوبات، وتنفع من السعال الرطب، وتحلل الأورام مع شحم الكلى، وتزيل أوجاع الأسنان وأمراض الفم مضغة، وتجبر الكسر والوتي. أما استعمال هذه العشبة فينبغي للإنسان ألا يتعدى 2 جرام من العشبة الجافة و4 جرام من العشبة الطرية، وكذلك العصارة. وإذا أراد الإنسان أن يقوي فعلها فليضف إليها شيئا من الشمرة النافع عندنا في المغرب. وإذا خاف من مضرتها فليستعمل معها الكتيراء، ولا تحصل المضرة إلا إذا استعمل منها أكثر من الجرعة اللازمة، فكل شيء زاد على حده انقلب إلى ضده. وبهذا القدر أكتفي،
وأستسمح عن الإطالة، وشكرا لكم على المشاهدة وتعليقاتكم الطيبة والمحفزة، وأرجو أن أكون قد أفدتكم ولو ببعض الشيء. ومن استفاد منكم فلا ينسى أن يشارك الفيديو مع إخوانه وأخواته حتى يستفيد الجميع وتعم الفائدة، ولكم الأجر والثواب، فالدال على الخير كفاعله. وإلى اللقاء بكم في فيديو جديد أو عشبة جديدة أو موضوع جديد، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.